لتأليب للرأي العام لصناعة مشكلة أو جر الناس إلى فوضى، هذه خطوة غير موفقة أبدا، وخطوة وراءها العدو، والذي يشتغل فيها يخدم العدو سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهي في نفس الوقت لا تمثل حلا ولا تصنع مخرجا أبدا، ليس لها أي إيجابية إلا سلبية أكبر. ولذلك الحل هو التعاون وتصحيح الاختلالات، لا بأس، النقد البناء الناصح الحريص السليم. أما الكلام الفوضوي المتعفن الحاقد فهو يصدر ممن ليسوا حريصين على مصلحة الناس. الحريص على مصلحة الناس سيكون منطقه منطق الناصح الحريص، وليس منطق الحاقد يطلق كلاما موبوءا فاسدا حاقدا يهدف إلى إثارة الفوضى والمشاكل وزيادة محن الناس ومعاناتهم. تخيلوا إذا دفع الناس إلى الفوضى على ما نحن فيه من معاناة كالشعب يمني، ألن تكون المعاناة أكبر؟ ألن تكون المأساة أعظم؟ بلى، المسألة واضحة. فهو أسلوب خاطئ الدفع بالناس نحو الفوضى، ويمكن أن يستغله العدو، ولكن التوجه الصحيح ضد العدو وللتعاون في مشاكل الداخل وللمعالجة من الحكومة، من التجار، من النخب، من المواطنين،